يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح السعادة على عيون الناس الحلوين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا كده يا حبايب قلبي نشوف شوشو كده بتعمل ايه، ولا هي فين، ولا الجولات الحلوة اللي هي عمالة نازلة بها ديت كده ورا بعضها. يلا نصلي على النبي وتعالوا يلا يا حبايب قلبي. رحنا فين؟ رحنا كده دخلنا راس البر. قلنا نفك نفسنا بقى كده من البرد والسقعة والشتا والمطر، وناخد الولاد كده كده نغير جو. إحنا هنا كده أنا باوريك المنظر، الساعة كانت 11:30 كده بالليل، والناس لسه صاحية وماشية وبيفكوا على نفسهم كده شوية. تعالوا كده أول حاجة بدأنا بيها، أول ما مشينا كده الولاد لمحوا العربيات لازم يركبوا. حاضر عيوني، أبو مهاب ركب كده هنا الولاد شوية، وتعالوا بقى محمد هنا كمان لقى اللعبة ديت بعد ما ركبها وخلاص دفعنا الفلوس، لأ أنا مش هركب يا بابا، اللعبة دي مش عجباني. نقول له اركب اللي ورا، قالك ولا دي كمان عجباني، أنا مش هركب حاجة. تعالَ يا عم محمد بقى هنشوف اللي بعده هتركب إيه. هنا بقى الولاد كنا مستنيينهم على أما هما ينزلوا كده، والمركب الجميلة دي بتدفعي طبعًا التذكرة، وبتشوفي اللي هيركب معاكِ مين، واللي عايز يركب بيركب، واللي مش حابب خلاص طبعًا. دي طبعًا حريتِك طبعًا. إحنا هنا بقى طلعنا كده نتمشى كده طبعًا على اللسان، واللي عارف راس البر عارف اللسان، وعارف الفسحة، وعارف النيل، وعارف الأماكن الجميلة دي. هنا بقى وكده وإحنا ماشيين العربيات دي والموتوسيكلات دي طبعًا بتتأجر 5 دقايق، مش فاكرة بالضبط هما كانوا بكام. محمد حب يركب موتوسيكل ومراد موتوسيكل كده بالكهربا، وهما اللي بيتحكموا فيه وبيسوقوا. دي اللي عجبتك يا مودي؟ يقول لك دي اللي عجبتني يا ماما، أنا عايز أركب دي يا بابا. وخلاص بابا ركبه، بس أخد باله منه علشان ما يقعش، عشان طبعًا ده رصيف وأي ولد هيقع هيتجرح وكده من الخبطة بتاعته. طبعًا مراد جامد وعارف هو ماشي إزاي، إنما محمد إحنا واخدين بالنا منه علشان ما يتجرحش ولا يقع بالموتوسيكل طبعًا، عشان إحنا عارفين إن هو بيشتغل بالشحن وكده. أبو مهاب ماسكه كده واخد باله منه. تعالوا بقى هنشوف الكلب الكيوت ده كلب رومي باين والّا إيه. الحاجات دي في ناس بتتصور مع الحاجات دي. تعالوا بقى خلاص خلصنا الجولة دي، تعالوا بقى ما شاء الله شُفتوا الصقر ده؟ طول ما إحنا ماشيين كده في حاجات بتتصوري معاه كده، وحاجات زي ما أنتِ عايزة تقفي وتشتري. طبعًا عدّينا على اللعب لازم نقف ونفاصل ونشوف ونعيط. كل اللي عنده ولاد عارف إن الولاد بيعملوا إيه في المواقف اللي زي دي. لسه راكبين الموتوسيكلات وراكبين ورا أهوّة اللي إحنا عايزينه، رجع تاني مشينا قدّام شوية يقول لِك أنا عايز أركب عربية أو موتوسيكل. حبينا ندخّله هنا وكده عشان الولاد برضه حبّوا إن هُم يركبوا العربيات تاني. مراد وعمر ومهاب حبّوا إن هُم يركبوا تاني العربيات ديّة، ولقينا لعبة الموتوسيكل ديّة سباق كده، ركّبنا محمد نلهيه فيها علشان إخواته يركبوا اليمّة التانية تاني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مين بقى ناسي يحط اللايك لشوشو حبايب قلبي اللي طبعًا هيشرفوني وينوروني في قناتي المتواضعة. متنسوش اللايك يا حلوين. هنا محمد طبعًا زي ما إحنا قُلنا ركب على الموتوسيكل ده بيحرّكه شمال ويمين كده علشان اللعبة تشتغل معاه، لإن لو فضل ثابت بتحسّي إن اللعب ماشية بطيء، فلازم يتحرّك كده علشان تشتغل معاه. تعالوا بقى كده ناخد جولة كده مع الولاد ونرجع لمحمد تاني. كل واحد كده من الولاد ركب له عربية، وما شاء الله مراد ابني ده باخد كل خبطة والتانية أنا ضهري واجعني مكانه. شوفوا أيوه، الخبطة الجامدة دي. كل ما يرجع كده شمال أو يمين لازم يتخبط كده ويعاكس مع اخواته. رجعنا تاني لمحمد نشوفه بيعمل ايه. طبعا الموتوسيكل ده تقيل عليه، فباباه بيتحكم فيه من ورا معاه وبيحركهوله علشان ياخد راحته ويبقى مبسوط باللعبة وهو بيلعب. خلصنا كده بقى يا ولاد، شفت الولاد تاني. تعالوا بقى هنشوف هنعمل ايه جولات ايه، ومحمد برضو عايز يركب ايه تاني. في هنا كده اللي هي الساقية ديت بكرسي كده بأستك متحكم للأطفال اللي هي الصغيرة وكده. خلصنا محمد حب يركب دي برضو، أخد بها لعبة. وبعد كده ما طلعنا ركب الدبابة قالك وحشة، ركب العربية البرتقاني. وتعالوا نشوف بعد ما ركب العربية البرتقاني كده وشبع منها بيقول لنا ايه. العربية دي طبعا بريموت، كل حاجة ما شاء الله عليها، لا إما بشحن كهربا لا إما متحرك بالريموت وكده للأطفال. أخد جولة حلوة كده، وبعد ما أخد جولة حلوة بالعربية البرتقاني خليكوا فاكرين لون العربية علشان ما ياخد جولة بها كده ويتكيف منها هيرجع يقولك أنا مش حابب أركب ديت وحشة، أنا عايز واحدة تانية.
طبعًا هنا المتحرك هو ماسك الريموت كده وعمّال يتحرك معاه، شوفوا هنا بيقول لكم أنا مش عايز العربية دي يا ماما دي وحشة، أنا عايز واحدة تانية، تعالَ يا محمد ننزل من دي ونجيب حاجة تانية، شايفين من عصبيته هيقلع شايفين قلع البتاع بتاع العربية، ركب العربية الصفرا. هنشوف هيعمل فينا إيه تاني محمد بقى، ما هي خلاص الفسحة ديّة برعاية محمد، كل حاجة تحت أمره واللي هو عايزه طبعًا بنعمله له. ربنا يبارك في أولادنا وفي أولادكم يا رب ويخليهم ودايمًا يا رب كده نعيش ونفرحهم ونبسطهم، وكل أهل يا رب ربنا ما يحرمهم من ولادهم. محمد خلاص ركب العربية البرتقاني اللي هي الصفرا، نزل من البرتقاني وركب العربية الصفرا، تعالوا نشوف بعد ما ركب العربية الصفرا ولقى مراد ركب ده قال لِك أنا عايز زي مراد أنا ما ليش دعوة، يهديك يرضيك قال لِك لأ أنا عايز موتوسيكل. مراد هنا ركب كده زي السكوتر ده فصعب يا ولاد والله بجد، مراد قعد يومين رجليه متكتفة ووجعاه جدًا ما كانش قادر إن هو يضغط على رجليه ويمشي، جات له شد عضل من التكتفة دي لإن مراد سرعها جامد وبقى يلف بيها اتجاه شديد. تعالوا بقى شوفوا محمد عمال يقول لكم لأ أنا مش عايز دي، أنا مش عايز دي، وركب الموتوسيكل اللي هو برضه الأصفر، معلق على الأصفر ليه مش عارفة يا محمد. هنا بقى خلاص اقتنع لمّا ركب دي شوية ولقى مراد رجليه وجعته من التانية، اقتنع بقى وركب ديّة شوية، وبعد كده أنا بجد عايز أمشي من المكان ده وأروح مكان تاني، لإن كل ما بيشوف عربية يقول لِك أو لعبة أنا عايز أركبها، حتى لو لسه راكبها دلوقتي عايز يركبها تاني، وكمان بيحكم بيقول أنا عايز أشتري الموتوسيكل ده وآخده الشقة كمان معايا، أنا لازم آخده، يا عم ده مش بيتباع، يقول لِك لأ أنا لازم آخد الموتوسيكل ده بتاعي وأنا لازم آخده. بعد مسايسة بقى وبعد اقتناع شديد لمّا ربنا هداه كده ومشى معانا، وشايفين هنا مراد بيلف جامد إزاي لدرجة إن رجليه وجعته. هنا أبو مهاب حب يلعب اللعبة اللي هي البوكس ديّة هو والولاد مهاب وعمر الناس الكبيرة ديّة، طبعًا عشان محمد ومراد لعبوا اللعبة التانية وارتال فمراد هنا عمر بيلعبها وأبو مهاب ومهاب حبوا يلعبوا لعبة البوكس دي، أنا ما أفهمش فيها الصراحة فحبيت اللي أنا أجيب لكم العداد دي، يعني هُم كده عدّوا الرقم القياسي والّا لأ؟ تعالوا بقى خلاص بعد ما خلاص لعبوا لعبة البوكس كده طول ما أنتِ ماشية بتلاقي في لعب كتير والولاد عايزة تلعب عليها، لعبة النطاطة ديّة بسم الله ما شاء الله كلّهم بقى الصبيان اتجمعوا هنا ال4 أحمد ومهاب ومراد وعمر اتجمعوا هنا، وفي الاتجاه التاني قبالهم ريتال ومحمد بيلعبوا برضه هنا الاتنين قبال بعض كده، وسيبناهم يلعبوا براحتهم وقعدنا شوية في الكافتيريا. هنا ريتال ديّة لعبة كده أنتِ بتطلعيها كده تدريجًا، بترفعي رجليكِ لمّا توصلي الحد الأقصى كده من فوق يبقى أنتِ كده كسبتِ، هي ما قدرتش إن هي تقاوم يا حبيبة قلبي وراحت جاية نازلة تاني، باقول لها كمّلي قالت لي: "لأ صعبة بتوجع رجليّا." وراحت جاية نازلة وقعدت تلعب بقى على النطاطة وعلى الزحليقة ويلعبوا بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحميهم ويبارك فيهم يا رب، ويا رب على قد ما نقدر كده نسعد أولادنا يا رب كده ونفرّحهم لو حاجة بسيطة جدًا نقدر نفرّح أولادنا، هي بس بتبقى فسحة كده كل فترة كل ما باباهم بييجي لازم الفسحة الجامدة دي. طبعًا زي ما أنا قُلت لكم محمد ورتال بيلعبوا في الاتجاه ده كده في الكِوَر وفي اللعب وفي الحاجات الجميلة ديّة، طبعًا ديّة هنا واقفة ومخلية بالها طبعًا من الولاد عشان أي حد ما يتصابش وكده. شايفين هنا ريتال بتطلع كده في البيت ده من جوّه عاملة زي ريتال ومحمد هنا عاملين شُفتوا الأرانب؟ بيتزحلقوا كده ويتفتتوا من كل مكان لمكان. ربنا يسعدهم يا رب ويبارك لنا فيهم يا رب كده ونشوفهم من الصالحين والناجحين والبارين بأهلهم يا رب. تعالوا بقى نشوف الولاد الاتجاه التاني بقى كده ونروح نقعد شوية كده بقى نستجم مع نفسنا كده إيه شوية بعيد عن هيصة الولاد وطلبات الولاد. هنا بقى أقول لكم أستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه وما تنسونوش بدعوة حلوة طالعة من قلبكم والاشتراكات عشان يوصل لكم مني كل جديد واللايك يا حبايب قلبي كلنا لازم نحط لايك كده وفرحوا قلب شوشو بلايك صغطوط كده حلو من ايديكم يا ناس يا عسل